أيها السادة، مرحبا بكم إلى هذا البرنامج من الجولة الإخبارية العربية التي يقرأها على حضراتكم يوسف السك. وهذه هي المقدمة. في غانا الأطباء يسرقون المعدات الوقائية الاحترازية في المستشفيات، مع أن الحكومة قد تعد آلافا من مصابي كوفيد-19 بدون علاج. في الولايات المتحدة السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض على قدم وساق، إن المرشحين ترامب وبايدن في حرب كلامية دروز من أجل كسب الأصوات. النادي برشلونة يعاني من عجز ميزاني بعد الفشل أمام نادي بايرن. إن ترتيبات أولية قد بدأت لبيع بعض اللاعبين تفاديا لمزيد من الانحطاط. سيدتي سادتي، تلكم كانت أهم الخطوط العريضة التي تضمنتها هذه الجولة الإخبارية، وإلى حضراتكم تفاصيل الأنباء من قناة UTV انترناشونال بمانشستر. أعلن رئيس النادي برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو بعد انهزام فريقه أمام النادي الألماني بايرن الأسبوع الماضي بأنه قد يمكن من الآن التغليط على اللاعبين الذين قد يرحب ببيعهم في موسم الانتقالات المقبل، باستثناء 7 لاعبين فقط من الفريق. ولدى سؤاله عمن سيصبح بشكل مؤكد جزءا من الفريق، أجاب بارتوميو بأن ميسي لا يمكن المساس به. هذا وألمح بارتوميو إلى اللاعبين الذين سوف يرغب النادي في بيعهم، وهم هؤلاء الذين ترونهم على الشاشة. وتحدث بارتوميو عن ارتفاع فاتورة الأجور في النادي، مؤكدا وجود حاجة حساسة لتخليصها بشكل جذري. اكتشفت مصادر سرية في غانا بأن بعض الأطباء يقومون باختلاس المعدات الوقائية الشخصية الاحترازية في المستشفيات ثم يبيعونها مقابل أسعار باهظة لزبنائهم. إن هؤلاء الأطباء يسرقون كميات ضخمة من الكمامات والخوذات والقفازات مكدسة في أكياس يوزعونها عبر شبكة واسعة النطاق إلى سيادلة حرة بمختلف أقاليم البلاد. وتدور الإشارة إلى أن الحكومة تجد نفسها ضعيفة لمجابهة نقصان الأجهزة الوقائية، وأن غانا تعد أكثر من 42 حالة إصابة وذوها 239 حالة وفاة. خرجت روسيا كأول دولة اخترعت لقاحا مضادا لكوفيد-19 على حسب الإعلان الرسمي من الحكومة. وأعلن فلاديمير بوتين أن بلاده تصدرت السباق العالمي لاختراع أول لقاح مضاد لفيروس كورونا. وتطلق روسيا على هذا اللقاح اسم سبوتيك في، تيمنا باسم أول صاروخ أطلقته روسيا عام 1975 في العهد السوفيتي. وقال رئيس بوتين إن اللقاح اجتاز كافة الاختبارات الأساسية المطلوبة، مضيفا أن ابنته قد أعطيت جرعة من اللقاح فأصيبت بحمى في جسمها ب 38 درجة حرارة لمدة يومين، لكنها تعافت بعد من الفيروس. غير أن المجتمع الدولي لا زال يتحلى بالحيطة والحذر تجاه هذا المخترع الروسي لما له من أسئلة عالقة بدون جواب. إن الحملة الانتخابية تدب قدما على ساق في الولايات المتحدة الأمريكية. وصرح المرشح الديمقراطي جو بايدن بأن الرئيس دونالد ترامب قد وضع البلاد في ظلام دامس لفترة طويلة جدا. هذا ودعا جو بايدن البالغ من العمر 77 عاما دعا الأمريكيين إلى تكاتف شعبيا بهدف التغلب على ما يصفه بحقبة الظلام وعدم العدالة التي تسود أمريكا حاليا. هذا وركزت السيناتور كامالا هاريس التي أصبحت أول مرشحة سوداء لمنصب نائب رئيس على ظاهرة التفرقة العنصرية في عهد ترامب. وبالمقابل قد قام دونالد ترامب أثناء زيارته لولاية بنسلفانيا مسقط رأس منافسه باتهام جو بايدن بتدمير سوق الوظائف الأمريكي. وجدير بالإشارة أن المرشح الديمقراطي يتقدم في استطلاعات الرأي على ترامب البالغ من العمر 74 عاما. غير أن بايدن لا يجد إلا 75 يوما إضافيا فقط لتوسيع الثغرة بينه وبين منافسه الجمهوري. اتفق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي على تطبيق علاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وعلى حسب بيان ثلاثي مشترك أن مبادرة الاتفاق بمثابة خطوة مهمة في اتجاه صحيح من شأنه فتح مسار جديد لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني من جهة، وكف جماح إسرائيل من ضم الأراضي العربية من جهة أخرى. وبالمقابل أن الرئيس الفلسطيني محمد عباس يصف اتفاق التطبيق بطعنة خنجر في ظهر قضية الفلسطينية، مع أن إيران تصف المبادرة كخيانة، متهمة الإمارات بكونها اليد الخفية للصهاينة ضد العالم الإسلامي. هذا وتدعي الإمارات من جهتها بأن مبادرة كهذه من شأنها أن تفتح بابا لمزيد من علاقات إسرائيلية عربية في المستقبل. بهذا تنتهي هذه الجولة الإخبارية، وهذه إعادة لأهم ما ورد فيها. في غانا الأطباء يسرقون المعدات الوقائية الاحترازية في المستشفيات،
مع أن الحكومة تعد آلافا من مصابي كوفيد-19 بدون علاج. في الولايات المتحدة السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض على خدم الوساخ. إن المرشحين ترامب وبايدن في حرب كلامية ضروس من أجل كسب الأوقات. النادي برشلونة يعاني من عجز ميزاني بعد الفشل أمام النادي بايرن. إن ترتيبات أولية قد بدأت لبيع بعض اللاعبين تفاديا لمزيد من الانحطاط. سيدتي سادتي، بهذا تنتهي هذه الجولة الإخبارية التي قدمناها على حضراتكم من قناة UTV انترناشونال بمانشستر. واستودعكم الله وأتمنى لكم قضاء نهاية أسبوع سعيد.